فرصة لفائدة فريق الكوكب المراكشي، والهدف الأول لفائدة فريق الكوكب المراكشي. الهدف الأول أكيد اللي جاب يعني مرتد هجومي سريع يتمكن فريق الكوكب المراكشي. إذا من افتتاح النتيجة بعد ما تابعنا المحاولة الخطيرة اللي كانت بواسطة ياسين الدبي. إذا الكوكب المراكشي كيتمكن من تسجيل الهدف. نتابعوا من جديد التمريره ديال ياسين الدبي، مشى اللاعب جمال ابرارو، كتدخل ديال بدر الدين بن عاشور، والكره في الشباك تقيت اللاعب المهدي المفضل الواسطي. تلعب كره طويله، تدخل ديال خالد سقاط، فرصه باش تسجيل الهدف. عبد العظيم خضروف كيتمكن من تسجيل الهدف ديال التعادل قبل نهايه نهايه الوقت من الجوله الاولى. عبد العظيم خضروف كيتمكن من تسجيل بطريقه جميله وبمجهود يعني فردي ديال عبد العظيم خضروف. هنا تجربه كما سنتابع. لاحظوا المراوغه والتسديد في شباك الحارس محمد عقيد، ولكن كنقول بانه كان خطا كذلك على مستوى اعاده الكره من طرف خالد اسقاط. عبد العظيم خضروف يراوغ، يدخل ويسدد. واعتقد هذه محاوله على المسكيني، فرصه والهدف الثاني لفائده الوداد. والموقع انس اصباحي كان في المكان المناسب، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. فبعد ما تابعنا الخطوره اللي كانت على مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور، فريق الوداد يرد بقوه ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني بواسطه انس اصباحي. لاحظوا التمريره تدخل على المسكيني، ولكن انس على المسكيني فقط وضع الكره امام اصباحي. ولكن التمريره الجميله ديال المدافع الايسر فهد اكتاو اللي مقدم مباراه جميله. المدافع الايسر فهد اكتاو عنده كل الامكانيات اكيد اللي ديال اللاعب وديال مدافع الوداد البيضاوي. تمريره خاطئه، فرصه لفائده كوكب المراكشي بواسطه ياسين الدبي. مش عامل الدبي، فرصه وتدخل جميل ديال بدر الدين بن عاشور من جديد، والكره في الشباك. الوقت اللي قلت بانه تدخل ديال بدر الدين بن عاشور، الكره يعني كتسقط وبالتالي كتعانق على الشباك، وهدف التعادل لفائده الكوكب المراكشي. كنقول بانه لاحظوا من جديد ياسين الدبي حاول انه يراوغ، سدد، تدخل ديال الدفاع كتوصل الكره لمحمد الفقي. لاحظوا التدخل ديال بدر الدين بن عاشور، خدا الكره ولكن ما تمكنش انه يمسك الكره، وبالتالي تعانق الشباك. واش يعني تم احتساب الهدف لمحمد الفقي لانه هو اللي سدد التسديده الاخيره. لاحظوا محمد الفقي كيسدد، التدخل كان جميل ديال بدر الدين بن عاشور في المناسبه الاولى. والمناسبه الثانيه لاحظوا يعني كانت تحت راسيه ديال بدر قادرين، والكره تعانق الشباك. لاحظوا من جديد كان سوء تفاهم بين الحارس والمدافع قادرين، والكره تنفذ الزاويه. بدر قادرين كيلعب كره دائريه راسيه، والهدف الثالث لفائده فريق الوداد. الهدف الثالث لفائده فريق الوداد. الموقع هو نعيم عرب، الراسيه اللي تعانق الشباك. نعيم عرب يتمكن من تسجيل الهدف. لاحظوا بدر قادرين لعب كره بطريقه جميله، ونعيم عرب يتمكن وضع الكره في شباك الحارس على المسكيني. نعيم عرب الهدف اللي كيجي في على بعد 4 دقائق من نهايه الوقت الاصلي. 3-2 لفائده فريق الوداد. اذا نعيم عرب يتمكن من تسجيل